مضايقات بتحصل للبنات وبتوصل لحد التحرش. الأمين بتطالب الطلبة بفلوس عشان هم يعلموهم. الموضوع اختلف واتقلب، وبعد ما كان هو موضوع علمي بحت بيجي موضوع استغلال وموضوع مش كويس خالص. أنا أحمد عمران وده فيديو يهمك إن أنت تسمعه. في سنة 2021 الوزير خالد عبد الغفار وافق على قرار انه مصر تبقى بلا أمية، وده يكون بالتعاون مع الجامعات المصرية، بانه طبعا شرط التخرج للطالب ان هو ما ينفعش يتخرج او ياخد الشهادة بتاعته الا بعد ما هو يبدأ يعلم ناس أميين، كحد اقصى 4 اشخاص أميين. طبعا الموضوع ده كان في سنة 2021 بعد ما القرار طلع، والجامعات استقبلت القرار بكل سعادة وبدأت تخطو الخطوة وبدأت الناس تشتغل على هذا الموضوع طبعا بدأ يشتغل بحتة انه الناس بدأت فعلا تدور على أميين وتعلمهم، لحد ما لقيت مضايقات بتحصل للبنات وصلت معانا لحد التحرش. شكاوي كتير بتوصلنا من الموضوع ده، وكمان وصلت انه الطالب لما بيجي يعرض على الأم ان هو يعلمه عشان بس ياخد منه شهادة التخرج او عارف انه هو عاوزه في مصلح، فهو بيطلب منه طب انت هتديني كام عشان انا اديك صورة البطاقة بتاعتي واروح امتحن واخلص لك الموضوع وانت تاخد الشهادة بتاعة التخرج بتاعتك. الموضوع اتنقل من حتة التعليم وان احنا بنمحي أمية، وصل لحتة استغلال وماديات وحاجة اخر جرف. وخلي بالكم عشان تبقوا فاهمين وعارفين، احنا كلنا هنا عارفين اصلا انه اغلب الناس او معظم الناس اللي هي ليها وسايط في الاحياء ما بيدفعوش، يعني ما بيدوش شهايد وما بيجيبوش حد، لا هو بيجيب صور بطايق اشخاص والحي بيظبط له الموضوع من تحت الترابيزة وبياخد طبعا اللي فيه النصيب. طبعا دي حاجات معروفة لينا كنا، وكمان حتى الناس اللي بتيجي، الناس دي اصلا بتكون متعلمه وبتمتحن ومن غير ما حد يعرفها، والموضوع برضو بيعدي. يعني الموضوع اتنقل من ان هو كان هيمحي أمية ناس كتير، اتنقل لاستغلالات واتنقل لمواضيع شخصيه اكبر مني ومنك. انا برضو عايز افهم ايه فايده الموضوع طالما الموضوع اتكشف واحنا دينا وصلنا لسنه 2023. عايزين نعرف ايه فايده الموضوع. ما هو الموضوع مش ماشي صح، يا اما يتقنن بشكل صحيح يا اما يتم الغائه، لانه عشان تبقوا فاهمين وعارفين الطلبه ما بتعرفش تجيب حد. الموضوع ده بيجي يضايق شباب وبنات، وكمان الطالب بيكون عنده جيش وعنده خدمة عسكرية وعنده محو أمية، وده كله عشان يقدر ياخد شهادة التخرج في الأول، وبعدها يبدأ إن هو ياخد الشهادة بتاعت الجيش اللي يقدر من خلالها إن هو يا إما يعمل بطاقة لنفسه يا إما يشتغل يا إما يتعين يا إما يسافر بره. الموضوع بيجي إن هو يعني الشباب بيجي مفيش طاقة لحد فيهم على حد. أنا ما بدخلش في سياسة وما بتكلمش في سياسة، أنا بتكلم في نقطة واحدة بس، وهي موضوع الأميين وموضوع انه ربط تعليم الأميين بشهادة الجامعة وشرط التخرج. أرجو من السيد الوزير ان هو يراجع القرار تاني، وأرجو انه الموضوع يتقنن أحسن من كده وأفضل من كده، وانه الموضوع ما يكونش بالشكل اللي احنا عارفينه ده، لا يكون بشكل منظم أفضل. ان هو ممكن يشوف الناس اللي هي عايزة تتعلم فعلا ويتم تقديم طلبات للجامعة بيهم، وبناء عليه الجامعة تعقد لجنة ويبدأوا يعلموا ويجيبوا طبعا طلبة ويبدأوا يعلموا الناس الأميين دول اللي هم عاوزين يتعلموا. لانه في النهايه عشان تبقوا فاهمين وعارفين، الانسان لو ما طلبش هو بنفسه التعليم عمره ما يتعلم. يعني انا لو ما جيتلكش وقلت لك انا عايز اتعلم عمري ما هتعلم، مهما تعمل معايا مش هتعلم منك. خلاص هو كده، انا لازم انا ابقى طالب من نفسي وطالب من جوايا التعليم وطالب ان انا اعرف اقرا ودماغي تتنور والكلام ده كله. بس طبعا الكلام ده يعني الا من رحم ربي، ناس قليله جدا بتسعى للموضوع ده وناس قليله جدا بتعمل الكلام ده. في الاول وفي الاخر وفي النهايه احنا بنطالب وزير التعليم العالي باعاده النظر للقرار، وانه الموضوع يتقنن بشكل افضل من كده ويكون بشكل احسن من كده.